بسنة 79 في جبل بركاني اسمه فيزوف. هذا الجبل أدى لكارثة إنسانية كبرى بسنة 79، وأدى لمحو مدينة كاملة بإيطاليا اسمها مدينة بومبي. على الرغم من أنه هذا الانفجار أدى إلى كارثة إنسانية، ولكن فتح الضوء، فتح عيوننا على نوع جديد من الطاقة، فتح عيوننا على قديش الأرض تمتلك من القوة اللي يمكن أن نسخرها لأعمال الخير وأعمال الاستدامة. بناء وتخليدا لذكرى بومبي، تم اعتبار 17 أكتوبر من كل سنة هو يوم عالمي للطاقة الحرارية الأرضية، ليكون بمثابة تذكير بالقوة اللي موجودة بداخل الأرض وبباطنها، اللي يمكن تسخيرها لأعمال التنمية المستدامة للمجتمعات جميعا. مثل ما قلنا، الرحلة بتبلش دائما بقصة. إذا كان بركان جبل فيزوف أدى إلى كارثة، ولكنه ذكر بأهمية القوة الحرارية الموجودة باطن الأرض، فاليوم نحن رغم هيك الجيوثيرمال مانا حالة استثنائية أو حالة جديدة عم نعيشها، على الرغم من أنه هي تعتبر واحدة من أسرع الطاقات نمواً حول العالم بالعالم والأكثر موثوقية. ولكن هي تم اكتشافها وانعمل شغل عليها من زمن بعيد. بلشت من خلال استغلال الينابيع الساخنة اللي كانت موجودة، الهوت سبرينغز اللي كانت موجودة بآيسلند أو بهنغاريا، أو اللي استخدموها الإنسان الأوائل. طورت لاحقا لتدخل بالصناعة، ليكون سنة 1904 هو فينا نعتبره بداية عهد جديد من استغلال الجيوثيرمال من خلال أول محطة أنشئت بإيطاليا. لاحقا دخلت عدة دول على تطبق الجيوثيرمال بالعمليات الصناعية وبعمليات الطاقة. دخلت بآيسلند بال 1930. بال 1960 كان في أول محطة طاقة حرارية أرضية لتوليد الكهرباء بأمريكا. بال 1970 بلشت تدخل نهضة جديدة بقطاع الجيوثيرمال بنتيجة التطورات الثورة الصناعية اللي بلشت تبين. بالقرن 21 اللي صارت الجيوثيرمال لليوم هي واحدة من أهم الطاقات اللي بتعتمد عليها كتير دول. آيسلندا على سبيل المثال، وأكيد نحن في عنا مثال كتير مهم نحن دائما نذكره اللي هو كينيا. على الرغم من وجود 80 دولة بالعالم تستخدم الجيوثيرمال، ولكن لا تزال الحصة للمساهمة بقطاع الطاقة بالسوق نسبة قليلة كتير. ولكن مع وجود نماذج دولية رائدة يمكن دائما نحن نبني ونعتمد على هذه النماذج لنبني تجربتنا الخاصة. طبعا نحن قبل ما نحكي انه ليش الجيوثيرمال مهمة او ليش الفيوتشر رح يكون للجيوثيرمال، دائما وقت بدنا نحكي بالطاقة فنحن لازم دائما نقسم الموضوع لا أكيد للإكسبلوريشن وبعدين للبرودكشن. بس قبل من هيك لازم نعمل نحن تقييم اقتصادي، تقييم بيئي، تقييم يتعلق بالاستدامة، وتقييم يتعلق بالأثر على المجتمع اللي رح يكون فيه واللي يستضيف هذا المشروع، مثل أي نوع من أي مشروع رح يصير. أهم شيء نحن وقت بدنا نحكي عن الجيوثيرمال هي في حقيقة محفز أهم، ومن أهم الطاقات اللي بتعمل تحفيز للابتكار، ومن أهم الطاقات يلي بتعمل ربط بين مختلف التخصصات والاختصاصات، سواء كانت المتعلقة والمربوطة مباشرة بالجيوثيرمال مثل الاختصاصات الجيولوجية والجيوفيزيائية على تنوعها، أو إن كان بالاختصاصات الهندسية مثل الميكانيك والكهرباء، أو بالاختصاصات العلمية اللي تتعلق مثل العلوم الفيزياء والكيمياء. فهي من أهم العلوم يلي بتعمل هيدا الربط بين مختلف التخصصات
وأكيد نحن عم نحكي عن ال AI والبروجرامينج والكود اللي هن عم بيكونوا ركيزة أساسية بتطوير قطاع الجيوثيرمال. وقت بدنا نحكي نحن أنا قدام الجيل الجديد من المهنيين الشباب عن الجيوثيرمال، فاليوم أنا ما فيني اليوم أطرح بس شعارات تتعلق بالاستدامة، لأن اليوم إذا كانت البصمة الكربونية والاستدامة غير مربوطة بشكل واقعي وحقيقي مع الناس، فما حدا رح يفكر فيها. إذا ما كانت الاستدامة هي جزء من نهضة اجتماعية، ما حدا رح يفكر فيها. بالجيوثيرمال إضافة لفرص العمل الكبيرة يلي ممكن تخلقها نتيجة ترابطها مع مع اختصاصات كبيرة كتير، فهي عم تعمل نموذج كتير مهم اللي هو لتعزيز دور المجتمعات المحلية وإنشاء نماذج محلية. هيدي النماذج ممكن تكون توسيعة وتكبيرة لتكون نموذج عالمي أو ركيزة لبناء مجتمعات أكبر. هذا الشيء ممكن يكون بالأعمال الزراعية، ممكن يكون بالمشاريع المحلية الصغيرة اللي كانت بصناعات الألبان والأجبان أو صناعات الورق أو مختلف صناعات أكبر من هيك. إذا بدي أحكي بالجوانب الاقتصادية، فنحن اليوم بتكلفة إنتاج الكيلو وات الساعي من الكهرباء، فاليوم أنا عم بتكون عندي تكلفة إنتاج الكيلو وات ساعي من الجيوثيرمال هي تقريبا بحدود النص سنت دولار، وهي أقل من تكلفة إنتاج الكيلو وات ساعي من الغاز الطبيعي أو من الفحم حتى. فهيدا الشيء يخليني أنا أعمل سبوت لايت على هيدي النقطة إذا بدي أحكي من ناحية استراتيجية استثمار لدولة. جزء مهم من الفيوتشر بزنس بالمستقبل هو بيتعلق بالكربون كريدت، واللي أكيد كلياتكم سمعتوا فيه وبتعرفوا عن أفكار ولو قليلة عنه. البصمة الكربونية هي مربوطة أو الكربون كريدت مربوط بشكل أساسي مع الجيوثيرمال، لأن هو واحدة من أهم الصناعات يلي فعلا تحقق بصمة كربونية وكربون كريدت يحقق دخل قومي كتير مهم للدول. وهيدا ما مجرد شعارات، هيدا فعلا شيء حقيقي، وإذا تم تطبيقه بشكل صحيح فرح نكون نحن قدام نهضة اقتصادية ودخل وتعزيز لناتج قومي لبلدان العالم الثالث، أو خلينا نقول لبلدان المنطقة العربية حاليا. وإذا نحن رجعنا على الجوانب البيئية، فنحن عم نشوف على اختلاف أنواع الطاقات الثانية مثل الطاقة الشمسية أو الطاقة الريحية اللي هن يعتبروا ضمن نطاق الطاقات المستدامة أو المتجددة. ولكن إذا بدي أحكي أنا بشكل أوسع، اليوم أنا إذا بدي أحكي بالطاقة الشمسية فأنا أمام عدة مشكلات أكبر بتتعلق مثلا بالألواح الشمسية الغير قابلة لإعادة التدوير. الألواح الشمسية اللي تصنع أساسا من المواد الأولية تاعيتها هي تصنع من مواد هيدروكربونية، فهي إذا مربوطة بشكل فعلي ومباشر بصناعة النفط والغاز. وإذا بدي أحكي عن توربينات الرياحية كمان نفس الشيء، توربينات الريحية هي توربينات الشفرات غير قابلة لإعادة التدوير. وأكيد كلياتنا سمعنا بوحدة من أهم الأزمات اللي صارت بالسويد، اللي هو ما عندي أنا أراضي كافية لدفن وطمر هيدي الألواح التوربينات الريحية، فهذا رح يأثر كان على الإنتاج الزراعي ورح يأثر على التنوع حتى البيولوجي. على عكس الجيوثيرمال فأنا عم بحكي على أقل كمية من الانبعاثات الغازية. أنا تقريبا عندي زيرو كربون إميشن، أنا ما عندي CH4، أنا ما عندي أي انبعاث قد يهدد يكون له أي تهديد على البيئة. إضافة من النواحي الاستدامة، فإذا بدي قارنها مع الطاقة الريحية والشمسية، فاليوم الجيوثيرمال هي الطاقة الوحيدة التي تعطيني طاقة طوال 24 ساعة.
اختلاف الطقس، اختلاف المناخ، اختلاف الليل، اختلاف النهار، هي طاقة لا تخضع إلى أي تغيرات خارجية، طاقة مستقرة، طاقة ثابتة تعطيني مردود ثابت. بالتالي أنا في عندي إمكانية لأبني جدوى اقتصادية واضحة. هيدي النقط كتير مهمة وقت بدي أدخل بأي مشروع أنها تكون تحت إطار التقييم تبعنا. إضافة لنقطة كتير نحن مهمة وقت بدنا نحكي نحن على الكربون كريدت، فنحن بنغفل موضوع كتير مهم اللي هو البصمة المائية. اليوم أنا ما فيني بمشاريع أقول أنا قللت البصمة الكربونية بس بنفس الوقت أنا عم بخسر مي وعم بتكون البصمة المائية عندي مرتفعة. بعض المشاريع الغاز الطبيعي على سبيل المثال، هي فعلا تعمل تخفيض للبصمة الكربونية بمقدار كتير كبير، ولكن بعض المشاريع هي تتطلب استهلاك مي عالي، قد يصل ببعض الأحيان ل 6000 برميل من المي يوميا. هيدي كمية مرتفعة جدا، قد تكون كافية لتأمين حاجة 40 ل 47 ألف فرد من الماء. فأنا بالتالي عندي مشكلة إذا اتغاضيت عن هذا الموضوع. بالجيوثيرمال أنا عم بحافظ على البصمة المائية، عم بحافظ على ما عندي أي تلوث هوائي، عم بيكون في عندي إنتاج مستدام، وعم بيكون في عندي موثوقية، وبالتالي عندي قدرة على اتخاذ قرارات اقتصادية واضحة وتسهم بتحقيق أهداف أي مشروع. وإذا بدي أربطها مع ال SDGs اللي هي أهداف الأمم المتحدة للتغير، الأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، فبالتالي أنا اليوم لازم أربطها بشكل مباشر مع مقررات ومخرجات مؤتمر كوب للمناخ يلي استضيفت بإحدى جلساته بإحدى مؤتمراته بمصر. بالجيوثيرمال أنا على الأقل في عندي 6 أهداف من أهداف التنمية المستدامة يلي بحققها، من الوصول إلى مدن ذكية ومستدامة، إلى تخفيض البصمة المائية والكربونية، إلى تأمين فرص عمل، إلى آخره. فبالتالي اليوم هي رح تكون بصلب العمل المستقبلي لأي دولة. طبعا إذا وقتنا نحكي نحن اليوم على الابتكار وبدنا نربط الجيوثيرمال بالابتكار وكيف ممكن تكون هي محفز على أي تفكير من خارج الصندوق، فنحن اليوم ما رح نلاقي مثل الجيوثيرمال لتكون تعملنا بوش بطريقة تفكيرنا وتخلينا نفكر من برا الصندوق. اليوم ال AI أكيد هو جزء أساسي من اقتصاد أي دولة، وجزء أساسي من أي خطة استثمارية لأي دولة، وجزء أساسي من تفكير أي شخص بأنه يكون في عنده على السي في بالجوب ريليتد سكيلز يكون عنده السكيلز تاعت الاي اي والماشين ليرنينج والكود. الجيوثيرمال ما بعيد عن هذا المجال. اكيد اليوم انتم عندكم خلفيه بالاويل اند جاز اكسبلوريشن، وبتعرفوا انه اليوم وقت بدي اعمل انا اويل اند اكسبلوريشن فانا بطبق الماشين ليرنينج حتى خفف من تكاليف الاستكشاف، حتى سرع من زمن الدراسة. يعني اليوم إذا بدي أشتغل أنا بلا ماشين ليرنينج لأعمل انتربريتيشن للسايزميك أو للستراكشرال داتا، فأنا بحاجة زمن هو ممكن يكون بين 40 ل 60 يوم عادة كان يكون. بوجود الماشين ليرنينج نحن ممكن اختصار هذا الزمن ل10 أيام وممكن لأسبوع. هيدا يعني في عندي أنا تقليل للكوست، ويعني في عندي أنا زيادة بالكفاءة وزيادة بالموثوقية. فبالجيوثيرمال لأني أنا عندي الريسك الأساسي هو بالإكسبلوريشن وبالدريلينج، فأنا وقت بيكون ال AI جزء أساسي من هيدا العمل فأنا عم قلل الريسك أكثر ما يمكن، وبالتالي أنا عم بزيد فرصة الجيوثيرمال لتكون منافس حقيقي ويسبق قطاع النفط والغاز.
إضافة لهيك أنا اليوم وقت بدي أحكي على الجيوثيرمال فأنا ما فيني ما أربطها بالمدن المستدامة وما فيني أربطها بالصناعات المحلية اللي موجودة بقرانا أو ببلداتنا أو ببلادنا. اليوم معظم الدول العربية أو عدد كبير من الدول العربية يعتمد بالدخل تبعه على الاقتصاد الزراعي. ببعض الدول مثل الخليج العربي مثلا ببعض الدول مثل الخليج العربي أنا ماني قادر أزرع. بعض مناطق مصر يمكن أنا ماني قادر أزرع كل السنة. السبب أنه عندي درجات حرارة مرتفعة، وببعض البلدان عندي درجات رطوبة مرتفعة. دول الخليج العربي عمليا الزمن المجدي للزراعات المحمية هو بحدود 5 شهور ل6 شهور. وبعدين أنا ماني قادر كفي زراعة لأن الحرارة لا يمكن أن تساهم بوجود أي زراعة ولا الرطوبة العالية. طيب أنا بالجيوثيرمال أنا قادر على أني حقق ظروف مثلى داخل الجرين هاوس لأعمل زراعة مستدامة وزراعة مستمرة طوال العام. إضافة لهيك بلا ما يكون في عندي استهلاك للمي لا وخسارة كبيرة. اليوم احنا في عنا موجة عطش وجفاف كبيرة موجودة بالمنطقة. طيب أنا اليوم بالجرين هاوسز أنا عندي الخسارة الأساسية للمي هي نتيجة أسرة التبريد أو التبريد الصحراوي. بوجود الجيوثيرمال أنا حليت هيدي المشكلة، أنا ما عم بخسر مي بقى للتبريد وعم بقدر أحقق زراعة مستدامة. هيدا الشيء عم بيعمل لي تعزيز للأمن المائي وللأمن الغذائي للمدن، التكييف والتبريد والتدفئة. طيب اليوم أنا جزء كبير من البصمة الكربونية اللي عم بتكون ببلداننا العربية في حال وجود كهرباء رح يكون هو على التكييف صيفا والتدفئة شتاء. البصمة الكربونية بمنطقة الشرق الأوسط بشكل أساسي عم تتركز على التكييف والتدفئة. طيب أنا اليوم خلينا إذا فكرنا بطريقة تانية، أنا إذا بقدر أحصل على حرارة مثلى كل العام إلى البيت أو للمدرسة أو للمشفى دون ما أستهلك كهرباء، دون ما أخسر وقود للتدفئة أو حطب أو إلى آخره، عن طريق الجيوثيرمال، عن طريق حرارة مستقرة موجودة أنا عندي كل السنة. طيب إذا أنا عم بقدر أحصل على الدرجة اللي بدي إياها صيفا شتاء، فنحن شو بنتوقع رح يكون حجم التوفير بالمحروقات والوقود؟ شو رح يكون عندي حجم التوفير بالكهرباء؟ شو رح يكون عندي حجم التوفير والعائد اللي رح ينعكس بشكل مو بس على الدولة، على أي دولة، رح ينعكس كمان على مواطنين هذه الدولة. رح يكون أنا في عندي نتائج رح تكون رائعة جدا ورح تكون فعلا بداية نهضة اقتصادية جديدة. هيدي جزء من الأمور اللي بتخلينا الجيوثيرمال نفكر فيها. ما حكينا على كيف وقتنا نربطها مع الهيدروجين الجيولوجي أو وقت بدنا نربطها مع استخراج الليثيوم اللي هي الجيوثيرمال جزء أساسي من هيدي العملية ولا يمكن الفصل بيناتهم. إذا بدنا نحكي أحد الأمثلة مثلا بمالي تم حفر بئر استكشافي للجيوثيرمال ونتيجة هيدا البير نحن طلع في عنا بئر ينتج الهيدروجين الجيولوجي، هيدروجين طبيعي، وما يزال يعمل هيدا البير. والقرية كاملة بمالي تزودت بالكهرباء من خلال هيدا البير. طبعا أنا وقت كنت عم بحكي على كيف نحن نقدر نستغل الجيوثيرمال لتحفيز الابتكار وطرح مشاريع جديدة، واحدة من المشاريع اللي ممكن أنا أعطيها كمثال اللي هو المشروع اللي فزنا فيه جائزة المجلس العربي للمياه بأبو ظبي بسبتمبر 2024. المشروع كان بيطبق بشكل أساسي درسنا حالة مبنى بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي لاستغلال الجراي ووتر أو المياه الرمادية للمباني والمنشآت يلي عم بتروح هدر. فاستغلينا هيدي المي وعن طريق الحرارة الأرضية
عملنا سيستم مترابط بينه لنأمن التكييف للمبنى بشكل مستدام 24 ساعة من خلال الجراي ووتر، اللي هي مياه المي اللي بنستخدمها للاستعمالات اليومية ببيوتنا. واحدة من المشاريع اللي طبقناها كمان هو جرين هاوس. مجموعة جرين هاوسز عملناهم، وكان ليكون جزء من مختبر بحثي طبقنا فيه ليكون أول تطبيق للجرين هاوسز للجيوثيرمال بالزراعة بمنطقة الشرق الأوسط، وعملناه بلبنان. بهيدا المشروع نحن أمنا الزراعات. طبعا المشروع هو لزراعات عضوية كاملة قائمة على الهيدروبونيك، جزء منها هيدروبونيك وجزء بالتربة. التكييف كله كان والتدفئة عن طريق الجيوثيرمال، وهو كان جزء من مشروع بحثي كامل لكريتا اللي هي شركتنا. وهلأ نحن عم نحضر لمشروع بالإمارات بنفس الطريقة ليكون بداية ثورة جديدة بالقطاع الزراعي والجيوثيرمال. هلأ حكينا مثل ما حكينا على كيف ال AI أنا ممكن يخدمني بالجيوثيرمال، كيف ممكن استفيد منه إن كان بالإكسبلوريشن أو إن كان بالدريلينج أو حتى بتصميم التصميم الميكانيكي، إن كان لأنظمة التكييف والتدفئة أو إن كان لأنظمة توليد التيار الكهربائي. وطبعا وقت أنا بدي أحكي على الجيوثيرمال والاي اي، فأنا لازم أحكي عن ماشين ليرنينج وعلى بايثون. وجزء أساسي اليوم من المهارات اللي لازم تكون موجودة عندكم كجيل جديد وجيل من المهنيين الجيولوجيين، اللي هو كيف أنا أتمتع بالقدرة على تطوير الكودات البرمجية وتحديدا بايثون بالعمل الجيولوجي. والجيوثيرمال هي المكان والساحة المناسبة لتطبيق هيدا الكود. واحدة من الكودات اللي اشتغلنا عليها نحن كان هو على إحدى المناطق. كتبنا الكود بحيث نحن نعمل ترابط بين المعطيات الجيوفيزيائية والجيوكيميائية والجيولوجية مع بعض معطيات الريموت سensing بسوريا، بحيث انه نحن نحقق افضل نتيجة بدنا اياها من خلال الماشين ليرنينج وبايثون. فكتبنا هيدا الكود واعطينا الاوامر والمعلومات لحتى نطلع الخريطة الحرارية لإحدى مناطق سوريا. وهي كانت من الدراسات الرائدة، كانت على مستوى الشرق الأوسط، وتم بنتيجة أنه نحن قدرنا نحدد مواقع فيها إمكانيات ووجود خزانات حرارية كان من الغير متوقع أو أنه تحوي خزانات حرارية. طبعا نحن طبقنا بعد ما أخذنا الدراسة، عملنا بئر استكشافي وكانت اكتشفنا شذوذ حراري على عمق قليل لا يتجاوز 395 متر. كانت درجة الحرارة تفوق 100 درجة، وكان البخار عم يتصاعد على السطح وعلى عمق لا يتجاوز 395 متر. فكان خزان حراري نموذجي قدرنا نلاقيه نحن من خلال الترابط بين مختلف المهارات مع الماشين ليرنينج. طيب إذا أنا بدنا ندخل شوي لنحكي نحن على الخارطة وجود الجيوثيرمال بالعالم. أول شيء نحن مثل ما قلنا في عنا أكثر من 80 دولة تطبق بشكل مباشر أو غير مباشر لتوليد الكهرباء أو لأغراض التكييف والتدفئة الجيوثيرمال، تتوزع على مختلف المناطق بالعالم، إن كان بأمريكا الشمالية أو الجنوبية أو بآسيا أو بأوروبا. طيب إذا نحن بنلاحظ من الخريطة فنحن قدام فجوة كتير كبيرة بالمنطقة العربية. اليوم بالمنطقة العربية أنا ما عندي أي مشروع جيوثيرمال حقيقي صار. منطقة الشرق الأوسط عمليا أنا عندي منطقة واحدة بتطبقوا اللي هي بتركيا، واستغلوا وجود الفوالق، فالق شرق الأناضول وشمال الأناضول،
فوالق السترايك، فوالق الإزاحية. فاستغلوا وعملوا مشاريع جيوثيرمال جيدة جدا ورائدة. بإفريقيا عم نشوف في أوسع الاستثمار بالجيوثيرمال، بيتركز بشكل أساسي بكينيا. كينيا تقريبا رح تحقق الاكتفاء الذاتي قريبا، وهي تنتج أكثر من 16 جيجا وات لل 20 جيجا وات، 16 20 جيجا وات من الكهرباء عن طريق الجيوثيرمال. كينيا أنا بالنسبة لي بعتبرها دائما هي أكبر مثال وأكبر محفز لجميع الدول، يعني رغم من أن دولة لا تتمتع بإمكانيات كبيرة من النفط والغاز أو إمكانيات مالية ضخمة، هي تعتمد بالشكل الأساسي لناتجها القومي على السياحة بالسفاري أو على الزراعة. ولكن تجربتها بالجيوثيرمال بتخلينا نفتح عيوننا منيح إنه على تجربة بلد قدر يعمل نهضة كبيرة بقطاع الطاقة، نحن قادرين نعملها بأي بلد أو ببلداننا التانيين. على الرغم من وجود إمكانيات جيوثيرمال ضخمة بكتير بلدان، إن كانت بمصر أو إن كان بالجزائر أو إن كان بسوريا أو حتى بلبنان، بالدول الخليج، في عندي كتير مناطق، ولكن للأسف غير مستغلة نهائيا. طبعا بمصر في عندي عدة مناطق هي كتير مهمة، كونه اليوم شرفت الغالبية من مصر، فكتير مهم نحن نحكي عن إمكانيات كبيرة للجيوثيرمال موجودة بمصر. اليوم الخزانات الحرارية موجودة بعدة مناطق، موجودة بمنطقة البحر الأحمر، وموجودة بمنطقة الصحراء، وموجودة الصحراء الغربية، وموجودة بمنطقة الواحات. طبعا في عندي أنا عدة أنماط جيولوجية مختلفة بين كل منطقة بتميز عن المنطقة الثانية. بمنطقة البحر الأحمر هي الأسباب التكتونية بشكل أساسي. بمنطقة الصحراء في أنا عندي وجود حوض رسوبي كبير. كل منطقة في لها خصوصيتها، وبكل خصوصية أنا بيكون في عندي ميزة عم بتخليني شوف ثروة غير مكتشفة ينبغي العمل على استكشافها. طبعا نحن ممكن بهذا الموضوع سنوسع أكثر إذا نحكي جيولوجي. اليوم وقت أنا بدي أحكي مثلا عن الربط بين الجيوثيرمال والفوالق، فاليوم بشكل أساسي أنا بتطلع بمرحلة الاستكشاف الأولي على المناطق. إذا عندي حوض رسوبي أنا أوكي شيء منيح. إذا عندي مثلا نورمال فولز أو سترايك سليبس فولت، فأنا كمان هيدا مؤشر جيد. إذا عندي فوالق عكسية، هيدا منه مؤشر جيد. ليش؟ لأني هيدا الشيء بيخليني أطلع على نوع التشوه يلي راح يصير بالصخر نتيجة وجود هذه الفوالق. يعني إذا عندي أنا فوالق عادية أو إزاحة جانبية، فأنا بالتالي عم بيكون في عندي تشوه مرن بالصخر، ما عم بيكون عندي تشوه قص. بالتالي أنا عم بيكون في عندي تعزيز للجريان تحت السطحي دون ما يصير في عندي تخريب لبنية الخزان. فبالتالي عم بصير هي عملية الدوران هيدي عم بتؤدي لوجود احتمالية وجود خزانات حرارة أرضية عالية. على عكس الفوالق العكسية ريزرف فولت، فأنا عم بيكون في عندي تشوه قص، وبالتالي تخريب لهيدي البنية الجيولوجية، وبالتالي عم بيكون في عندي فقدان لأي أمل بوجود سوائل حرارية ممكن استغلالها أو تكون خزانات حرارية. طبعا إذا ممكن نسأل ليش أنا بسوريا عندي مثلا أو بلبنان أو بالأردن جيوثيرمال، فالموضوع هون يرتبط بشكل أساسي بالصدع المشرقي الكبير. الصدع المشرقي يلي ببلش بكينيا بإفريقيا، بكينيا يلي استغلت وجود هيدا الفولت وأقامت عليه مشاريع جيوثيرمال كبيرة ورائدة، على عكسنا نحن اللي بتمر ببلداننا وما قدرنا نستغل هالبنية الجيولوجية المميزة. الفالق المشرقي الكبير بيوصل لتركيا ليتقاطع مع فالق الأناضول شرق الأناضول، يلي استغلته تركيا وعملت محطات جيوثيرمال كتير مهمة. فبالتالي أنا البنية الجيولوجية تدعم وجود خزانات حرارية بمنطقتنا. بمنطقة الخليج العربي نفس الشيء، ولكن تختلف مثل ما قلنا نوعية الخزان، نوعية أو بين خزان تقليدي أو غير تقليدي.
مثل ما حكينا عن البوتنشال، وين عندي أنا أماكن ممكن تكون في عندي فيها جيوثيرمال بمصر، منطقة الصحراء ومنطقة الواحات وخليج السويس ومنطقة البحر الأحمر. طبعا في ميزة كتير مهمة بمصر، إنه الخزان الحراري الأرضي الموجود بمصر هو خزان هو يمكن تكاد تكون من الدول القليلة والنادرة عالميا اللي تحتوي على خزانات جيوثيرمال بحرية، وهيدا شيء مميز جدا يمكن استغلاله. طبعا نحن في عنا كثير مهم، لو بدنا نحكي بالعموميات بس نحكي نحن على أنواع والأنماط الموجودة للخزانات الأرضية. طبعا أكيد نحن في عنا شيء مرتبط مثل آيسلاند اللي هي بنية بركانية نشطة تعتمد بشكل أساسي على الهيدروثيرمال. في عندي أنا نوع ثاني مختلف اللي هو بيتعلق بالصخور، بالهات روكس، إن كانت ويت أو إن كانت دراي. هيدون طبعا نحن هون بنصير بقى بيختلف شو الفرق بيناتهم. الفرق هو بيتعلق إنه نحن كيف رح نستخرج هيدي الحرارة، هل رح طبقها بشكل مباشر أو هل رح استخدم فيها تقنيات تانية مثل تقنيات الحفر المعزز أو الحفر المحسن. فتحديد نوع الخزان الحراري رح أهميته بتحديد آلية استخراجه بالمراحل، استخراج الحرارة بالمرحلة الثانية. فمثل ما قلنا نحن في عنا خزانات تقليدية اللي هي بتعتمد بشكل أساسي على الهيدروثيرمال، على المياه الحارة، وفي عنا خزانات غير تقليدية. طبعا بالخزانات التقليدية عم بيكون إما استخدام مباشر لتوليد الكهرباء مثل ما قلنا بآيسلاند، حتى بكينيا ببعض المناطق، أو عم بتكون في عنا بالاستخدامات المباشرة للتدفئة بشكل أساسي مثل هنغاريا، وأكيد مثل آيسلندا نفس الشيء. وفي عندي أنا أنماط غير تقليدية مثل اللي حكينا فيها، اللي هي نحن نستخدم فيها ال EGS. ال EGS هو يعني ضخ كمية كبيرة بضغط كبير من المي ضمن الصخور لتعزيز النفاذية لها، وبالتالي بيكون بيشتغل أنا على نمط بئرين، بير انجكشن مع بير برودكشن. ببير الانجكشن بتتغلغل المي بعد ما تكسر الصخور وتعزز نفاذيتها لتكتسب الحرارة، وبترجع تنتج من بير البرودكشن. طبعا هيدي الآلية هي بكل الأحوال هي يعني مكلفة، التكاليف أكبر، وهذا الشيء كان يطرح السؤال إلى أي حد الجيوثيرمال قادرة على أن تكون منافسة اقتصاديا للنفط والغاز. طبعا لأني الجيوثيرمال تحفز على الابتكار، ولأن هي مربوطة بمختلف الصناعات، أنا صار في عندي نوع جديد من الآليات اللي وفرت علي الكلفة، الرانينج كوست الجيوثيرمال والانيشال كوست، اللي هو عن طريق إيجاد العمل على مبدأ البير الواحد السينجل ويل. واشتغل أنا على وجود مادة عضوية أو سائل عضوي. هيدا السائل العضوي بيشتغل على مبدأ ال ORC Organic Rankine Cycle، دورة رانكن العضوية، بحيث أنا أستخدم مادة عضوية ذات طور تبخر منخفض وطور تكاثف قريب إلى طور التبخر، بحيث يعني أقدر أحصل على أعلى قدرة إنتاجية بأقل حرارة ممكنة. يعني من السابق سابقا كنا نحن إذا بدنا نولد كهرباء فلازم نحن نحتاج حرارة بحدود أو تفوق 170 درجة ل 220 درجة، وكل ما أقل من ذلك فرح يروح لأغراض التدفئة أو التكييف أو أغراض يعني بعيدة عن توليد الكهرباء. هلأ بوجود ثورة صناعية جديدة ووجود توربينات أو مايكرو توربين اللي هو قادر على توليد كهرباء اعتبارا من 70 درجة أو 65 درجة، فأنا هون فتح لي عصر جديد من الجيوثيرمال يلي هو رح يكون أقل حتى كلفة تأسيسية من الطاقة الشمسية.
يعني أنا بعدت عن الغاز والفحم، أنا صرت عم نافس هلأ الطاقة الشمسية اللي هي تعتبر هلأ الأرخص. وهيدا الشيء يلي خلاني أنا صرت أفكر بطريقة تانية، إنه اللي هو لإعادة تدوير رأس المال. طيب، اليوم نحن بنعرف إنه الكلفة الأساسية بصناعة النفط والغاز هي بالدريلينج، هي بالويل، بالآبار. بالجيوثيرمال نفس الشيء، الكلفة الكبيرة هي تكلفة حفر الآبار. يعني اليوم نحن ممكن تكلفة الميجا وات عندي أنا بالجيوثيرمال هي أقل بكتير من أي طاقة تانية، ولكن تكلفة الحفر عم بتكون حفر الآبار بين $3 و5 مليون لكل بير. طيب، إلى أي حد رح يخلي هيدا الشيء مجدي اقتصاديا؟ بكل تأكيد رح يخليني بعيد عن مرحلة الجدوى الاقتصادية، وأي دولة رح تبعد بتفكيرها عن استخدامها. طيب، وقت أنا اليوم صرت طور الجيوثيرمال وطور مفهوم دورة رانكن لاستخدامها بالجيوثيرمال، أنا فتحت أفق جديد، وهو استغلال آبار النفط والغاز الناضبة، ليكون في عندي أنا إما الآبار يلي انتهى عمرها أو الآبار يلي بطور النهاية تكون إنتاجيتها ضعيفة، فبصير في أنا عندي إنتاج مشترك بين النفط تبعها وبين الجيوثيرمال، أو أن تحول هيدي الآبار إلى آبار حرارية. استغل البنية التحتية لصناعة النفط والغاز لتكون حقول حرارية أرضية لتوليد الكهرباء. طبعا هيدا المشروع في عندنا نحن مشروع رائد اشتغلنا فيه، وكنا يعني كنت شخصيا أحد المساهمين فيه اللي عاملين فيه. هي تجربة فرنسا، تجربة الحوض الباريسي. الحوض الباريسيان بيزن هو واحد كان من حقول النفط الأساسية بفرنسا، ولكن بعد ما انتهى هيدا الحقل، انتهى الإنتاج الهيدروكربوني منه، تم الاستفادة من هذه الآبار لتكون آبار حرارية، ولا إعطاء كل المنطقة اللي حواليها من مؤسسات حكومية، من جامعات، من بيوت، من مجمعات، لتكون التدفئة تبعها هي عن طريق آبار النفط والغاز الناضبة. التجربة كانت رائعة، وتجربة نموذجية كانت من التجارب الدولية الرائدة. هيدا الشيء ممكن تطبيقه بمصر اللي عندها بنية تحتية لصناعة النفط والغاز. يمكن تطبيقها كمثال بالجزائر بحقل حاسي مسعود، يلي جزء الجنوبي الشرقي على ما أعتقد هو بطور نهايته كحقل غازي، وفي كمية آبار كبيرة، وفي كمية يعني إذا بدي أحكي لإعادة إنتاج هيدي الآبار، إعادة إصلاحها ليكون حقل غازي من جديد، فتكلفتها رح تكون أعلى بكتير نتيجة التعقيد التكتوني فيها. على العكس، استخدم هيدي الآبار لتكون آبار حرارية، فأنا رح أعمل تنمية للمناطق الصحراوية. هيدا الشيء يمكن تطبيقه بأي مكان. هي مخطط الدياجرام بخلينا نشوف كيف عم بيكون بين الجيوثيرمال بشكل التقليدي اللي بيستخدم فيها الفلاش ستيم أو البيناري أو الدايركت يوز. هيدا المفهوم التقليدي للجيوثيرمال. طبعا حكينا نحن عن التوزع العالمي للجيوثيرمال وللبلدان اللي بتشتغل فيها. مثل ما قلنا 80 دولة تعمل عليها، ومثل ما قلنا أنه دائما مربوطة الجيوثيرمال بالهيدروجين الجيولوجي ومربوطة بالليثيوم. والليثيوم هو مثل ما بنعرف رح يكون هو عماد الصناعات التكنولوجيا المستقبلية، إن كان للبطاريات، لبطاريات السيارات أو للبطاريات بشكل عام، اللي هو جزء أساسي من صناعة الجيوثيرمال. طبعا هيدي احنا عملنا حكينا بشكل عام. هون بقى السلايدات هلا بنحكي عن آلية الاستكشاف، عن مراحل الاستكشاف، مراحل التقييم اللي تبدأ من العمل الحقلي للاستشعار عن بعد للدراسات الجيوفيزيائية والجيوكيميائية، وصولا لمرحلة المشروع وفق معايير البنك الدولي.
طبعا هون رح يكون هيدا رح يكون موجود بالفايل اللي رح زودكم فيه بكرة إن شاء الله، وممكن نحكي عنه نحن بشكل مفصل بسيشن تانية. فهون نحن هلأ اليوم حبينا نحكي بس بلمحة عامة عن كل شيء وبشكل عام، وبعدين ندخل بالتفاصيل. بتحبوا ندخل بالتفاصيل هلأ أو من أجل سيشن تانية؟ الموضوع بيرجع لكم. فبفضل أنا بس يكون في هلأ مثل حوار بيناتنا، يكون في ديسكشن وتكون الفائدة أكثر. شكرا. فأنا معكم لأي سؤال شو بتفضلوا، أنا معكم. الو، السلام عليكم. ألو. الو. ألو. أيوة باشمهندس، سامعك. ايوه، دكتور معتز سامعني كده؟ سامعك باشمهندس، تفضل. تمام. كان في سؤال عن جزئيه السلايد اللي هي الخاصه بالليثيوم. أها. آه، كنت من فتره اشتغلت على موضوع البيجماتايتس. لا، السلايد اللي بعدها، ايوه دي. أها. موضوع البيجماتايتس في الريموت سensing. فهل في الارابيان شيلد عندنا، انا لاحظت ان هم في السعوديه كمان عملوا استغلال موضوع الكريتيكال مينرالز في البيجماتايتس والجرانيت. ألو. ايوه، سامع كده. سامعك هلا. هو واقف قطع عند ايه؟ قطع من العرب شللت، بعدين وقف. اه عند الارب شيلد اللي هو الخاص عندنا هنا والمقابل ليه في السعوديه. ان أها. هم كان سمعت ان هم من اسبوع بداوا يشتغلوا فيه على البيجماتايتس والجرانيتس. بلوا انهم كمان عملوا جيولوجيكال موديلز مرتبطه اللي هي توقع اماكن الجيوثيرمال انرجي بوتنشالز. أها. فهل الليت ستيج بيجماتايتس والليت ستيج جرانيتس ممكن تدلنا في المودلز لما تيجي تتعمل في الفيوتشر ان شاء الله، واستخدام الذكاء الاصطناعي؟ فهل حاجه زي دي تقدر تدلنا على اماكن جيوثيرمال انرجي؟ طبعا بجانب الجيوفيزيكس، استخدام أكيد. أكيد تمام. باشمهندس. أكيد باشمهندس، هي جزء أساسي من أي عملية استكشاف. مثل ما قلنا اليوم، استكشاف الجيوثيرمال هو ترابط بين مختلف التخصصات ومختلف الدراسات. وممكن أحيانا الريموت سينسينج يعطيك مؤشرات على وجود جيوثيرمال، فما بالك بدراسات أعمق تحت الأرض. فأكيد هي رح بتكون مؤشر مهم. وبتحب فينا نتعمق فيه أكثر زيادة؟ بتحب نحكي على الواتساب أكثر، زودك بأي معلومات؟ أنا جاهز بأي وقت بدك إياه. تمام باذن الله، وان شاء الله يكون في سيشن قريبه إن شاء الله. تبقى منظمه باذن الله، وتكون تلت اكتر كاوبن ديسكشن في الموضوع ده، لان حقيقي حابب نتكلم عن الموضوع ده، لان ده يعتبر الفيوتشر صحيح. في موضوع الكريتيكال مينرالز، بل بالذات اكتر في الرير ايرثز. لان انا حتى لما جيت حتى نبص على موضوع حتى الكومبوننت الخاصه باخر يعني حاجات اللي هي ترند، اللي هي الايربودز والهيدفونز وكده. فهم بيستخدموا فيها معادن زي النحاس في عمل الملفات اللي هي المستقبله للصوت، واللي بيستخدموا فيها النيوديميوم كويل اللي موجوده في الموجوده في الايربودز.
دي اللي بتعلي من جودتها، بل هي دي اللي بترسل الاشاره اللي هي بتاعت البلوتوث. دي يعني حاجه كويسه. كل ما النيوديميوم كبر بيزيد، كل ما الجودة بتاعت الاستقبال بتزيد، فبالتالي بتأثر بقى على نويز كانسليشن والتقنيات اللي هي الايه، اللي هي السوفت وير. يعني فكرة ان انت بتنتقل من كواليتي هاردوير، لا في كواليتي سوفت وير كمان. فدي يعني عايزين برضو نتكلم فيها، ان ازاي جيو ثيرمال انرجي بتوفر الخامات والمعادن دي. طيب أنا ممكن رح أضيف على الفايل اللي رح أبعت لكم إياه. رح أضيف بارت عن الجيوثيرمال مع المعادن النادرة. رح أضيفها وبعت لكم إياها بكرة إن شاء الله. تمام. بس معلش شوف لحظة في سؤال. أكيد بدل، وخلينا نقول نحن والجيوثيرمال بتفيدنا بهيدي المعادن. اليوم في جزء بس هيدا السؤال عن العناصر المشعة ذكرني بشغلة كثير مهم نحن نقولها. في نوع من الخزانات غير التقليدية، هي بتكون خزانات الحرارة فيها غير ناتجة عن الماجما. يعني الشكل التقليدي للجيوثيرمال هو انه انا في عندي ماجما عم تتسرب عن طريق الفولتس، عن طريق البنية التكتونية، وعم تطلع على شكل خزان حراري. في جزء كثير مهم من أو نوع ما قليل، هو صح نادر بس ما قليل، هو خزانات حرارية ناتجة عن تفاعلات كيميائية. وحدة من هيدي الخزانات عم بتكون فيها تحتوي على عناصر مشعة. طبعا هيدا بقى بيصير هون تقييم لعمر الخزان، ولكن نوع ما هو صح نادر، ما كتير منتشر، ولكن هي إحدى الخزانات الغير تقليدية. هي الخزانات اللي كيميائية، الحرارة ناتجة عن عملية التفكك إشعاعي موجود بقلب الخزان. بإفريقيا موجود، بتشاد موجود بمنطقة الحدود الليبية التشادية. ماني ذاكر اسم الجبل، في منطقة تضاريس جبل بركاني، هو يفصل بين حدود الليبية التشادية. أنا رحت على منطقة قريبة من هيدي المنطقة بتشاد. هنيك فعلا في خزان كيميائي. هيدا الخزان نتيجة وجود عناصر مشعة عم بيعطيني حرارة عالية. بس طبعا بقى بصير آلية الاستخراج هيدي الحرارة كموضوع تاني. ولكن بإفريقيا هذا موجود بعدة دول. موجود ببوركينا فاسو كمان هيك نوع من الخزانات. بس بتشاد أنا متأكد بتشاد موجود، لأني عاينت المنطقة هنيك وكان عملنا دراسات وافية عن الموضوع. ألو. ايوه مع حضرتك يا دكتور. أنا كمان هيدا السؤال كمان أنا رح أضيفه على على الفايل بكرة. تمام. هو وان شاء الله برضو ننظم زي ميتنج، نعمل فيها اوبن ديسكشن عن الموضوع ده بشكل اعمق. طيب هلا و... أنا في نقطة كمان أنا ما حكيتها، حابب نحكي فيها. هي نوع من إشارة. أنا بعرف اليوم الواقع الجيولوجيين كيف وقت بدهم يتخرجوا، كيف بدهم يلاقوا فرصة عمل، كيف بدهم يروحوا على النفط والغاز، بدهم يروحوا على أي شيء. هذا الهاجس هيدا أنا بتفهمه، لأني بمرحلة ما أنا عشنا نحن نفس الهاجس. اللي بحب لكم إياه اليوم، خلينا نقول هو مثل opportunity لإلكم. اليوم إذا حدا بيشوف إنه عنده فكرة بالجيوثيرمال، تحديدا بالجيوثيرمال، على تطبيق ممكن يكون في انوفيشن، فنحن أنا على استعداد لتبني المشروع ونشتغل سوا لنحققه.
فإذا في حدا عنده أي innovation نحن open، وأنا شخصيا جاهز أدعمه ليصير هذا المشروع على الضوء وينشغل عليه ليكون حقيقي مو بس فكرة. ورقمي معكم والإيميل موجود، يعني إمتى ما الواتساب هيدا دائما موجود والإيميل موجود، إمتى ما بدكم فيكم تتواصلوا ما في أي مشكلة. إن شاء الله. إن شاء الله. إذا حدا عنده أي سؤال. طيب بكل الأحوال، إذا ما في حدا عنده أي سؤال، في حدا عنده أي سؤال؟ أوكي، إذا ما في حدا عنده أي سؤال، أنا يعني نحن وقفنا هون. أنا رح أبعث لكم الفايل، وبتحبوا تشوفوا منيح أي تفاصيل بدكم إياها، فينا نعمل سيشن تانية نحكي بالديتيلز أكثر، يكون تكنيكال أكثر. لأن اليوم أنا مثل ما فهمت إنه اليوم يعني في الغالبية كان هنا بأول طريقهم هسه بالجيولوجي، فالموضوع جديد عليهم، فحبينا نحكي بس عن أهمية الموضوع، ويكون نعمل إحاطة عن شو يعني جيوثرمال وليش مهمة وليش هي الفيوتشر لإلها. الديتيلز أنت ما بتكون نحكي فيها بالفايل تشوفوها، وممكن نعمل سيشن تانية نحكي فيها. طيب إذا ما حدا عنده أي استفسار أو أي سؤال. آه، السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله. هلا باشمهندس. الله يكرمك. أنا جيت داخل متأخر، بس ممكن سؤالي يكون في السيشن اللي جاي أو المحاضرات اللي جاية إن شاء الله. إن شاء عاوز الله. أشوف البوتنشاليتي بتاعت الجيوثيرمال في السودان. أنا طبعا نور الدين حسن، طالب ماجستير في جامعة والنعم. القاهرة. ما شاء الله والنعم. بالسودان في بوتنشال كثير كبير. وصراحة يعني طبعا نحاول نقول في بوتنشال، هو الموضوع لا يتعلق بالحرارة العالية الموجودة بالمنطقة الخارجية، بس في بنية تدعم وجود خزانات. بدارفور أنا في عندي بعض الخزانات اللي إلى نمط كيميائي فيها جيوثيرمال كتير مهم، وفي بعض المناطق اللي تكتونيا بتدعم وجود خزان حراري. ولكن السودان يمكن الاستفادة من الجيوثيرمال مثل مصر، يعني حتى بالبحر الأحمر ببورت سودان في خزان حراري قريبة عليها. طبعا يعني
إن شاء الله بيكون في عن قريب يعني رؤية لاستثمار الثروات الموجودة بالسودان بشكل صحيح، ولكن في خزانات حرارية مهمة أكيد ممكن نحكي عنها مفصلا على الخريطة العربية. مصر السودان تحديدا فينا نفصل فيهم أكثر. تكرم عينك. تمام إن شاء الله، كلام طيب. إن شاء الله. بارك الله فيك. صحيح باشمهندس محمد. الريفت فالي اللي هو استغلته كينيا هو له نفس التأثير على أثيوبيا، له نفس التأثير على تنزانيا. وفعلا أثيوبيا على فكرة هي من الدول اللي تنتج كهرباء عن طريق الجيوثيرمال، رغم أنه الموضوع ما كتير توسع عندهم بشكل كبير، ولكن عندها محطة نموذجية أثيوبيا. ففعلا هيدا الوادي المتصدع يلي هو أساسا ببلش من أفريقيا ويمتد إلى الحدود السورية التركية، ففعلا له تأثير كتير كبير على كامل المنطقة. هذه صحيح الكلام. في أي استفسار هسه؟ خلاص تمام. معناتها أنا كتير تشرفت فيكم وانبسطت بمعرفة حضراتكم وإن شاء الله أكيد الأيام الجاية أنا بعتبروني أخلق لكم سبورت لكم بأي شيء بدكم إياه، مو بس نظريا مو بس علميا، سبورت لكم حتى بأي أفكار عندكم إياها لتحويلها لمشاريع حقيقية على الأرض. إن شاء الله رقمي موجود معكم بأي وقت أنا حاضر، وضلوا بألف خير. وإن شاء الله مبروك جهودكم بالجيو هاب، وإن شاء الله بيكون في تعاون دائما بيناتنا. شكرا لحضرتك. أنا بترككم بأمان الله. تصبحوا على ألف خير، ضلوا بألف خير، وإن شاء الله بكرة أنا برسل لكم الفايل إن شاء الله تعالى.